السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا من جديد في فيديو جديد. واليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيك بالبرتقال. تجي واحد الكيكه اللي زوينه بزاف بزاف، كيكه اللي منعشه وبالكريمه منعشه، وتجي مهويه وعاليه، تجي خفيفه. ممكن تديروها هكا في المول دائري دائري كما درت انا، اولا ديروها في مول طويل حتى هو. المهم تيبقى لكم الاختيار من ناحيه لي مول باش بتحضروها. المهم تجي واحد الكيكه كما شفتوا، الكريمه راها تتكون راه كتبان في التحت، تجي رائعه بزاف بزاف منعشه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وغادي نبداو على بركه الله في الطريقه ديال التحضير ديال هاد الكيك اللي غادي نحتاج لنا واحد الاناء، وغادي نضيف ليه 4 ديال البيضات، يكونوا من الحجم الكبير ويكونوا بدرجه الحراره المطبخ، يكونوا ما يكونوش يلا خارج من الثلاجه كما تنقول دائما. دائما الا بغينا نحضروا الكيك يكون البيض خارج بواحد المده من الثلاجه باش يعطينا كيك مهوي وعالي كما تشوفوا. غادي نضيف قبصه ديال الملحه، وغادي نضيف هنايا واحد كاس الا ربع من السكر حبيبات، سكر سنيده. واللي ما بغاش الحلاوه بزيد لان الكريمه غادي تكون حلوه، فيضيف نص كاس ديال السكر سنيده. عندي هنا 2 ديال برتقالات محكوكين، مبشور الليمون، يعني 2 حكيتهم هكا. هما نحاولوا ما ندخلوش على القشره البيضاء لان تتكون مره صافي. وكنجيب الطراب وكنطرب كما شفتوا، تيبدا الحجم ديال البيض كيتضاعف لينا، تيبدا يتقال وتيتضاعف. الا بغينا الكيكه تجينا عاليه وتجينا مهويه فضروري من هذه المرحله ديال التطراب، يعني يكون الباطور باش نخدموا هذا الكيك. كاينين اللي كيخدمتهم معكم غير بالطراب اليدوي، ولكن هذه لو بغيتوها تجي عاليه ومفشفشه فتحتاج للطراب الكهربائي. المهم البنات ضفت كاس الا ربع من زيت المائده، ضفتو كما شفتوا تنخوي شويه بشويه وكنطرب. وكاس ديال الحليب تاهو ما يكونش بارد، يكون دافي، تاهو يكون خارج من قبل. من بعد ما كملت الزيت والحليب غادي نجيب هنا واحد الغربال او صفايه هكا، وغادي نضيف ليه واحد 2 كيسان ديال الدقيق الابيض، يكون من نوعيه جيده. دائما الكيك تيبغي الكيك الدقيق الممتاز. وصافي غادي هنا نجيب الفوي وغادي نخدمها غير بيديا، غادي نبدا ندخل الدقيق شيئا فشيئا بهذه الطريقه هذه حتى يندمج ليا مع البيض والزيت والسكر العناصر اللي ضفت. غير بشويه كنطلع من التحت للفوق. غادي يخصني هنايا لاننا كتدخل ليا عاده كتدخل ليا 2 كيسان ونصف من كاس العنبه. دائما هنا راني عبرت هي غير بالكاس العنبه، يعني كل شيء العناصر الزيت والحليب والدقيق وكل شيء راه غير بكاس العنبه، يعني عبار واحد. في المجموع بنات خدات ليا 250 غرام من الدقيق الابيض. نتوما على حسب يعني تضيفوا 2 كيسان، وعينيكم ميزانكم، خاص نصيص تزيدوه ما خاصش ما تزيدوش لان الدقيق تيختلف. كاين اللي تيشرب وكاين اللي ما تيشرب. البنات هنا راه كنت ننسى الخمارات، هو من المفروض نضيفهم مع الدقيق، ولكن جاب الله تفكرتهم وانا نعاود غربلتهم. المهم معليش ضفت 2 خمارات من فئه 16 غرام، 8 كل وحده فيها 8 غرام. وغادي ندخلها بشويه بشويه هاد الخميره، و غادي نجمع هاد الجوانب كما شفتوا بواحد السباتولا. صافي كما شفتوا راه تجي عفوا البنات راه ما نسيت ما قلت لكم كاس من الليمون، عصير الليمون. ضفت كاس من عصير الليمون، كاس غادي نعاود لكم كاس الزيت وكاس الليمون وكاس ديال الحليب. سمحوا لي البنات راني نسيت ما قلتها لكم. غادي نجيب المول اللي دهنته بالدقيق وبالزيت وغادي نخوي ليه هذا الخليط، وغادي نجيب الكريمه. البنات عندي هنا كريمه ديال الليمون اللي هنايا خديت عصير 2 ليمونات، 3 معالق من نشا ولا 3 معالق ونصف، و3 معالق كبار من السكر سنيده، وضعتهم فوق البوطه حتى تقال ولا ليا على هذا الشكل كريمه. يعني كريمه المر راها ساهله، ما وجدتهاش معكم لان غادي يطول عليا الفيديو، فوجدتها من قبل وخليتها حتى بردات كما شفتوا، شدات في راسها. عاد غادي نضيفها، يعني تنوضع النص ديال الكيك في المول وكنضيف الكريمه هكا في الوسط. عاد غادي نجيب ما تبقى من العجين وغادي نضيفوها هكا من الفوق.
باش كتعطينا واحد الكيك اللي منعشه. نتمنى ان شاء الله تجربوها، راه تجي لذيذه بزاف بزاف. كما شفتوا راني ضفت الباقي ديال العجين ديال الكيك، الخليط ديال الكيك غادي نضيفه فوق الكريمه صافي، وغادي نوضعها في الفران. غير الفران البنات يكون بارد، انا راه كنت نوضعها في الفران يكون بارد، عاد كنشعل باش كتنفخ وكتطلع على خاطر خاطرها وكتطيب على خاطر خاطرها. انا غادي نوضعها في الفران ديال الضو، ويمكن لكم تطيبوها حتى في الغازين، المهم ما تشعلوش حتى توضعوها. انا بعد الطريقه ديالي هي هذه، كما شفتوا تجي عاليه وتجي مفشفشه وتجي لذيذه بزاف. المهم من بعد ما خرجتها من الفران غادي نخليها تتبرد باش ما تنزل ليا الكريمه وهي سخونه. ضروري نخليوها تبرد، الا نزلنا وهي سخونه تقدر ديك الكريمه تبزل لينا من التحت وتنزل. اللهم خليتها حتى بردات عاد نزلتها. وهنا راه كتسقيوها بالليمون اولا هنا تيبقى لكم الاختيار. انا خليتها غير هكاك ما زينتها ما والو، فقط دهنتها كما شفتوا بالناباج اولا الكونفيتور ديال المشماش اللي كنوضعوه في واحد الكاسرونه ونضيفوا ليه واحد جوج معالق كبار من هذا المربى ديال البرتقال، وكنضيفوا له جوج معالق من المعلقه ديال الماء، وكنغليوه حتى تنغليوه ونصفيوه. هادشي الا ما عندنا النباج وكندهنوا به هاد الكيك كما شفتوا. انا خليته بلا تزيين بلا حتى حاجه، تيجي رائع تيجي لذيذ. نتمنى ان شاء الله يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساونيش من التعاليق والبارطاج مع الحباب والصحاب باش تعم الفائده، والاشتراك في القناه اللي مازال ما اشتركت فضلا وليس امرا. وكما تشوفوا راه الكيك تيجي رائع. وما تنساونيش من لي لايك لي لايك لي لايك. الله يجازيكم بخير، ما خسرت والو غير بواحد البصيمه. وهو هذا الكيك ديالنا ديال نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وبصحه وراحه.